بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو انا شرف ليا كبير جدا ان انا قاعد في هذا المكان في احد قطاع الازهر الشريف. هي انا يعني ما بقدرش ارفض اي دعوه في اي حفل او اي كلمه او اي مناسبه تخص الازهر الشريف. لو اتكلمت عن الازهر طبعا الازهر ده 1000 عام من العلم والعلماء، والواحد الحقيقه بيفخر انه يكون موجود وسط هذه الكوكبه. الحقيقه يعني انا ما شفتش في حياتي حزن قد اللي احنا فيه دلوقتي. حقيقه منظر انا شفته من كام يوم لما رحت شفت الانفجار، واللي شفته امبارح في الختميه واحنا بندفن الشهيد امبارح، اما قريه كامله تطلع تدعي على الناس دي في ولد زي الورد شاب حافظ القران. اهل كل، انا مش بتكلم عن اهله، انا بتكلم عن القريه كلها. كان الحقيقه منظر صعب جدا. يا جماعه كفايه دم، كفايه الخراب اللي احنا فيه، عايزين نشتغل ونبني. هي كنت قاعد بتفكر كده امبارح لما فرعون في القرآن تكبر وقال انا ربكم الاعلى. فرعون تكبر وقال انا ربكم الاعلى، فربنا بعت له سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له اذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى وقل له ايه؟ يا جماعه بصوا القرآن، ربنا واحد من عبيده بيقول انا ربكم، فبعت له نبي بيقول له قول الليل. ما بعتوش قال له اقتله، ما بعتوش قال له احرقه، ما بعتوش قال له ولع فيه قنبله. يعني نتدبر كده خالق الاعظم ده بيتصرف ازاي وبيعلمنا نتصرف ازاي. طبعا انا مش هتكلم في الدين وانا قاعد في احد معاطل الدين يعني، لكن برضه انا عيبي ان انا بقعد افكر شويه، ومهندس انا اصلي مهندس، فقاعد احلل المشكله واشوف حلها ايه. احنا مش بنحارب ولد صغير عنده 17 سنه ضحك عليه وراح حط قنبله وفرقعت. ده الاداء، حقيقه الامر ده الاداء. مين المسؤول عن الكلام ده؟ الحقيقه كلنا مسؤولين. دم الولاد دي في رقبتنا كلنا، في رقبه اصغر واحد ماشي في الشارع وشايف نموذج من نماذج الاهمال وما بيبلغش عنه. السبب في انتشار هذه الظاهره في البلد دي 4 حاجات: الاهمال، الفساد، الفقر، الجهل. هذه ال4 اسباب اللي هم اعدائنا الحقيقيين في البلد دي وفي المحافظه بتاعتنا. اقول لكم احنا بنعمل ايه؟ عشان في ناس كتيره جدا بتتهمنا ان احنا ما بنشتغلش. يعني في ناس كتير بتتهمنا ان احنا ما بنشتغلش. انا رحت زرت مستشفى القوات المسلحه وعملت اجتماع مع قائد المنطقه الشماليه المركزيه ومع احد منتجي اكبر منتجي عقار السعودي في العالم. الراجل ده هيتبرع على محافظه كفر الشيخ بكميه كبيره من هذا العقار، واحنا كمحافظه هندعم شراء غير القادر، وان شاء الله انا ببشركم ان 2020 مفيش واحد عنده فيروس في كفر الشيخ. فضل من عند الله، ده فضل من عند الله. انا لما بقول على فكره الراجل ده وصل محافظه كفر الشيخ بعلاقات مع بعض الناس في القوات المسلحه. القوات المسلحه اللي الناس بتتكلم عليها احد اعمده الدوله. مش هتكلم على ضابط، انا بتكلم على بدون اسره في مصر ما فيهاش ضابط او عسكري او مجند، سواء جيش او شرطه. الناس المتخلفه مش فاهمه ان الجيش المصري 90 مليون بني ادم، واحد في الجيش ووراه عيله 100.
لان انا اخويا ضابط، وابن عمي ضابط، وابن خالي ضابط، وابن عمتي ضابط، وابن اختي ضابط. كل عيله في البلد دي فيها ضابط او عسكري او مجند جيش مشهور. طيب احب اقول لكم ان في اكثر من 35 مشروع بيتمضي عقودهم الايام اللي جايه، هيفتحوا اكثر من 10,000 فرصه عمل. ما شاء الله. لما رحت المستشفى المركزي، مستشفى القوات المسلحه، وزرت مستشفيات كتيره في المحافظه، ولقيت مستوى الخدمات الطبيه عندنا متدني، وكلنا لابسين الكلام ده وشايفينه. توجهت لرئيس جامعه الازهر وعملت معاه بروتوكول طبي بيبعت اساتذه من كبار اساتذه كليه الطب جامعه الازهر، وعملوا اول قافله طبيه راحت قريه 55 اعتقد او 57% في الرياض. والقريه والدكاتره دول شافوا 1452 حاله، وخدوا 13 حاله معاهم من الناس اللي مش قادرين يعالجوهم في المحافظه عشان يعالجوهم في المستشفيات الجامعيه في الازهر. فانا بتقدم بالشكر هنا للازهر ورئيس الجامعه. الكلام ده كل 15 يوم هيبقى فيه قافله طبيه من كبار اساتذه جامعه الازهر. القصه مش استاذ كبير يجي، القصه استاذ كبير هيقعد يوري 10 دكاتره صغيرين عندي يتعلموا منه. ده هدف تاني، يعني لما بجيب استاذ كبير ما بجيبوش عشان يكشف على مريض ويخففه، لا، انا بوريه كمان، بوري طالب الطب اللي عندي او الدكتور الصغير اللي عندي الراجل ده بيكشف ازاي وبيشتغل ازاي، فانا برتقي بالمستوى شويه. لما رحت مستشفى الجيش، هي مستوى النظافه راقي جدا، مستوى من الخدمه راقي جدا، فقررت ان انا اعمل بروتوكول مع الجيش بحيث ان انا اودي الدكاتره اللي في وزاره الصحه والممرضين اللي في وزاره الصحه يروحوا يشوفوا المستوى ده شكله ازاي عشان يقدروا يعملوا عندهم. يعني احنا ما بنقولش ان احنا عندنا نقدر، احنا مش راجعين عنه. لما رحت المكان ده لقيته مكان نظيف، فليه ما تبقاش مستشفيات كلها كده؟ اهم حاجه يا جماعه البني ادم يتغير، يبقى عنده استعداد انه يشوف، ما يبقاش هو ده اللي شايفه في الحاجه، ما تبقاش الحاجه اللي مش نظيفه هو العادي، ما يبقاش المستوى ده هو العادي، لازم يشوف النظيف قوي والكويس قوي عشان يعرف ان هو شكله ايه. عايز اقول لكم تاني برضه يعني على حس الشيخ لما قال ان الخير في امتي، فعلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال كده. اقول لكم احنا عملنا ايه؟ رحنا مستشفى الجيش، لقينا ان في جهاز طبي، الجهاز ده خاص بالاشعه، جهاز عليه ويتنج انتظار سنه. اهلنا في كفر الشيخ بيسافروا المنوفيه او بيسافروا المنصوره ويقعدوا سنه عشان يعملوا اشعه على الجهاز ده، والجهاز ده خاص بمرضى الفشل الكلوي والكبد. جهاز اشعه ثمنه 1,200,000 جنيه، 1,200,000 جنيه. هي انا قررت ان احنا نشتريه على سعر المحافظه، بس اليوم ده لقيت فيه جاي لي شيك ب 600,000 جنيه من احد الجهات، قررت ان انا احطهم للجهاز، وقلنا خلاص احنا هنفتح باب التبرع، لان انا فكرت كده ان احنا نتبرع. اتفقت مع الجيش على الاتي، ان هم هيحطوا الجهاز ده عندهم لانه مكان نظيف مش اكتر، وهنجيب الدكاتره بتوع وزاره الصحه يتعلموا عليه عندهم، واهل كفر الشيخ كلهم هيتعمل لهم خصم 50%. للناس اللي هيتحولوا في المحافظه مجاني، وكل المحافظات المجاوره ب 400 جنيه التحليل، بس هيخف عننا الويتنج قوي. امبارح انا قررت ان انا اتبرع بجزء من مالي الخاص لشراء الجهاز ده، هفتح باب التبرع. اقول لكم الافضل من كده الحقيقه، احد الاصدقاء من السعوديه اتصل بيا امبارح وقال لي انت فاضل لك كام على ثمن الجهاز؟ قلت له لا هتبرع بقد كده. قال لي الباقي كله انا هتبرع بيه. الله. وجالي النهارده الصبح كده بشد المبلغ. حقيقي والله. ده بخلاف ان في اكتر
من 1000 مسج وصلتني على الموبايل الناس منتظرة انها تتبرع. اللي انا عايز اقوله يا جماعة فعلا الخير في البلد دي، بس عاوز تودي صح، تودي بنودي الله. البلد دي مش هتقوم بالحكومة ولا هتقوم بالمحافظ، البلد دي مش هتقوم غير بشعبها. مصر مش هتتبني غير بولادها. احنا مش عاوزين نضحك على نفسنا، مصر مش هتتبني غير بولادها. يا انتوا تبنوها وبعدين الناس تقول لكم تعالوا احنا عاوزين نستثمر عندكم، نقول لهم اهلا وسهلا، يا اما البلد دي مش هتقوم. اللي احنا فيه والدم اللي احنا فيه والخراب والكره والكلام ده كله لازم نركنه على جنب كده ونعيش. مش ضروري نفضل كل شويه نجمع ونعيط ونقول الموت خد مننا واحد. كفايه يا جماعه كفايه. عايزين نبني البلد دي، عاوزين نحارب الفقر، والفقر حربه في ايدينا احنا. احنا عملنا مشروع للشباب اسمه مشروع. انا عندي 40% بطاله، 40% من الشعب في كفر الشيخ عاطل عن العمل، منتظر وظيفه حكوميه، مفيش وظيفه حكوميه. خلاص عملنا حاجه اسمها مشروع. كل واحد عنده فكره، عنده حلم، عنده مشروع عايز يدبره، عنده، احنا مقترحين عليه 500 مشروع بدراسات الجدوى يتوجه للوحده المحليه. اي وحده محليه هو موجود فيها، في بس يروح الوحده المحليه، في يروح كفر الشيخ يروح الوحده المحليه. هيلاقي مكتب كده اسمه مشروع، في 3 بنوك مستعدين يمولوا اي مشروع وبفتره سماح. واي واحده حتى ممكن تشتغل في البيت، تعمل تليفون في البيت موافقين، تعمل مصنع مخللات موافقين، تعمل اي حاجه. النهارده كان عندي حد من وزاره التجاره الخارجيه، هنفتح منافذ توزيع في مصر كلها. عاوزين نحط كلمه كفر الشيخ دي على اي منتج بننتجه بجوده، بحيث ان يبقى تريد مارك كده عندي المنتج اللي خارج من كفر الشيخ هو منتج جيد. وتاني حاجه مهمه جدا، كل حاجه بنشتريها منتجه من محافظتنا فرصه عمل لاولادنا، لازم نعرف دي. كل حاجه يعني الجبنه اللي نشتريها منتجه تبقى في كفر الشيخ، اللبن اللي نشتريه منتج في كفر الشيخ، الزبادي لازم يبقى منتج في كفر الشيخ. انا يعني لسه بندرس عشان برضه ما نقولش، احنا بندرس ان هدوم الولاد بتوع المدرسه نطلعها من كفر الشيخ، شنطه المدرسه نطلعها من كفر الشيخ. احنا عاوزين نشغل ولادنا، ما نشتكيش ان 40% عاطلين واحنا قاعدين نشتري منتج من الصين، او تشتري حتى جبنه متصنعه من القاهره. طول ما احنا بنحقق اكتفاء ذاتي يبقى فلوسنا جوه محافظتنا. لو عرفنا نصدر بره محافظتنا يبقى احنا بنجيب فلوس من المحافظه الثانيه، او مستوانا المادي يعلى. لو عرفنا نصدر بره مصر يبقى مصر كلها تعلى. يا جماعه ما عندناش حل غير كده، ما عندناش حل غير كده. لو سمحتوا كل واحد يعرف واحده ما بتشتغلش، واحد شاب صغير عنده فكره، عنده مشروع عايز يطوره، عايز يكبره، عايز يعمل مشروع جديد، عايز ما عندوش مشروع وما عندوش فكره، يروح هيلاقي 500 مشروع احنا مقترحينهم. مشروع صناعي موافقين عليه، مشروع تجاري موافقين عليه، زراعي موافقين عليه، اي حاجه، عايز يعمل كشك، عايز يعمل محل، عايز يعمل اي حاجه، المهم ما يقعدش من غير شغل. الروتين يا ريس، الروتين بتاع الاوراق الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى انت لسه ما عشتش مصر الجديده. يا جماعه المكاتب اتغيرت، رئيسها واخدها وطالع فوق، واحنا لسه بنتكلم في روتين. روح حضرتك هتلاقي موظف موجود في المكان ده انا مختاره بعنايه شديده جدا، انا مختار من يمثلني في هذا المشروع، ولو في حاجه هيكلمني في التليفون انا هاخد فيها قرار فوري. يعني مفيش حد هيوقفك عشان مثلا ايه موافقه البيئه، انا هوافق لك على ترخيص مؤقت لحد ما نجيب البيئه، موافقه الدفاع المدني هوافق لك لحد ما نجيب الدفاع المدني، بس المهم انك تبتدي بكره، تشتغل بكره. احنا عاوزين نشغل الولاد اللي قاعدين عاطلين، فنجفف المنابع اللي فيها مشكله.
انا الحقيقه بتمنى لكم التوفيق، وبتمنى المحافظه دي انها تاخد مكانتها الفلوس فيها، واشكركم على انكم استضفتوني شويه.